ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنجيب الفرخه بتاعتنا هنغسلها كويس جدا. الفرخه اللي انا جايباها دي فرخه مخليه، بنغسلها كويس جدا وبننشفها زي ما انتم شايفين عشان ما يكونش فيها اي زفاره. هنجيب الكبه بتاعتنا نحط فيها بصلايه، هنحط فيها 2 طماطم، نحط فيها فلفل حامي، لو مش حابين نقدر نستبدله بفلفل رومي، مفيش اي مشكله. لو حد مش بيحب الفلفل الحامي مفيش اي مشكله. وبعدين هنعصر ليمونتين تقريبا، وهنبدأ نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتكون عبارة عن ايه؟ نص معلقة فلفل، نص معلقة حبهان، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، نص معلقة بابريكا، وربع معلقة شطة. لو مش حابين نقدر نستغنى عنها مفيش اي مشكلة. هنحط حوالي معلقة ملح، مش هنكتر في الملح بتاعنا عشان هنستخدم الصويا صوص مع الملح. حطيت حوالي معلقتين من الصويا صوص، وهنحط حوالي معلقة زيت، وهنبدأ نضرب المكونات بتاعتنا في الكبة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ضربنا المكونات بتاعتنا، هنجيب الفرخة وهنحط عليها التتبيلة بتاعتنا. انا هنا سبت التتبيلة من بالليل للصبح في التلاجة. لو انتوا مش حابين تسيبوها من بالليل للصبح ممكن تسيبوها حوالي 3-4 ساعات التتبيلة، بس طبعا كل ما سيبنا التتبيلة في الفرخة بيكون طعمها احلى كتير. هنسويها في الفرن، بنكون جهزنا الفرن بتاعنا وسخناه على درجة حرارة 200. هنا انا جبت الصينيه بتاعتي وحطيت عليها الشبكه من فوق، وبحط الفرخه كده من فوق على الشبكه. ده بناخد نتيجه حلوه جدا لشوي الفراخ في البيت بالطريقه دي. وبجيب ميه سخنه وبحطها في الصينيه بتاعتي من تحت عشان الفراخ تفضل طريه ما تنشفش مني. بحط بقى حوالي معلقتين زيت، دهنه زيت يعني، على الفراخ من فوق عشان بتديها لون حلو قوي. هي تقريبا بتاخد في الفرن حوالي ساعه مش اكتر، وده بيكون شكلها النهائي. في الوقت ده بكون عملت فحمية عشان تاخد ريحة وطعم الشوي. بطفيها بالزيت زي ما انتوا شايفين، بغطيها بورق فويل عشان تاخد ريحة الفحم زي ما انتوا شايفين معايا، وده بيكون شكلها النهائي. وبألف هنا.